دور متعلقة فيه إيمان يعني للحين؟ وايد أدوار. بس من الأدوار اللي الجمهور متعلق فيها هي شوق في محطة انتظار. أنا وايد حابة شخصية نادية بالروح والرياء، شخصية أجوان في مسلسل رقم الحظ 7، شخصية مختلفة يمكن الناس ما شافتني بهالقالب، شوية فيها كوميديا. وهم شخصية فاطمة من شارع الهرم. توني بقول لك على شخصية فاطمة، حسبي الله على شيطاني كيمان، صيحتينا لين قلنا بس. صحنا لين قلنا بس. شلون جهزتي نفسك لأداء؟ شلون تحضرتي؟ شلون تقمصتي هالدور؟ أنا طلعت منها باكتئاب، لأن يعني فاطمة تعبتني بالمشاعر، المشاعر اللي كانت عايشة فيها فاطمة مو شوية، أن هي تعيش مع زوجها وهو أخوه متزوج طليقته، فيعني المشاعر بحد ذاتها كانت مؤلمة حق الشخصية، فلأني أنا من النوع اللي أعيش المشاعر كلها، فعشت اللحظة وعشت مشاعرها. مؤذية كانت ومو سهلة، بس الحلو بفاطمة أن هي تحب، فالحب هو اللي كانت أنقذها. تحب كثير جدا، فكانت معطاءة بطريقة مو طبيعية. فمن الشخصيات اللي وايد أثرت فيني، من الشخصيات اللي ما قدرت أطلع من مشاعرها بسرعة. تخطيتها يمكن عقب شهرين أو 3. طيب إيمان، إيش أكثر مشهد كذا كان يعني مرة متعب معاكي؟ مشهد المواجهة اللي لما قالت لها أيوة مشهد المواجهة هذا كان من كل الممثلين. كنا احنا يعني في تحضير مخيف من كل، احنا الأربعة كنا في تحضير مخيف. تشوفينا باللوكيشن نكلم بعض، بس نكلم بعض بالشخصية، ما نطالع عيون بعض. اي عشان تستمروا. وتشوفين كل واحد فينا بزاوية يبكي، يقول حوار بعد واو. انا مثلا يعني انا طلعت من عقب المشهد برا، احنا كنا نصور يعني بفندق صراحه، فطلعت برا اصرخ لان خلاص يعني وصلت لمرحله انه يعني هذه التنهيده اللي من بعد التعب.